الحمد لله رب العالمين. معلش يا جماعه انا قفلت في الفيديو الاولاني عشان جالي خبر كويس سعيد الحمد لله ان انا خدت حكم على ساكن كان تعبني بقاله حوالي بتاع يجي 15 سنه في العماره عندي هناك، والحمد لله رب العالمين. خدت النهارده دلوقتي المحامي كلمني، خدت اسمه ايه دوت تأييد الحكم ورفض الاستئناف شكلا وموضوعا. فالحمد لله انا كسبت القضيه النهارده، ورايح بقى بعد كده شويه كده كمان هروح اسكندريه اتمشى وافسح المحامي عشان الراجل اعمل معاه واجب زي ما هو عمل معايا. بصراحه اهتم بالقضيه، وستي كانت تعبانه جدا 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 جدا، عامله لي مشاكل والحمد لله. وكانت بتدفع في المحكمه على فكره. معلش انا دخلتكم طلعتكم الرياضه ودخلتكم في الموضوع بتاعي. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. فالنهارده كسبنا الحمد لله رب العالمين. دلوقتي اهو وانا بقى على الفيديو وانا بجري رحت واقف قالوا لي ان انت كسبت القضيه ولسه جاي من محكمه الاستئناف هو المحامي. فالحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر. احنا بنقولها توثيق للي احنا بنعمله، احنا ما بنظلمش حد الحمد لله. ست ظلمتنا واشتكتنا وعملت لنا وكانت بترمي لنا الفلوس في المحكمه، فربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم يعني، رغم ان هي ملتزمه بالسنت وبالدقيقه، ولكن الحمد لله يعني ربنا هو اللي بيختار يعني. احنا دلوقتي قدام نايل سيتي بنتفسح انا وابني، واحنا بنتفسح بناخدها جري يعني بنتمرن اهو. انا اي شيء عندي تمرين، اهم حاجه عندي التمرين دلوقتي، مقضيها تمرين. شايفين اللانشات الجميله والوضع الجميل، ناس بتصور اوضاع جميله يعني. انس واقف ليه كده مكرمش يا انس؟ المفروض انت راجل هتبقى بطل عالم يعني ان شاء الله. ان شاء الله هسفره معايا، هاخده معايا اوروبا باذن الله واخليه يلف برضه زي ما انا شفت. احنا ساكنين على فكره الناحيه الثانيه يا جماعه، امبابه. بنيجي جري هنا وبتاع، والحمد لله احنا في مصر والقاهره. احنا في القاهره حاليا، برج القاهره اهو اهو زي ما انتم شايفينه، والدنيا جميله الحمد لله. الزمالك الناحيه الثانيه اهي، والسبتيه بقى وبلاء ابو العيله ورود الفرج، مركز شباب رود الفرج هنا. كنت اعرف واحد اسمه مصطفى، الكابتن مصطفى كان راجل محترم برضو معانا من ضمن التيم اللي كان القديم، راجل انعم واكرم بيه، ولكن الناس مالهاش حظوظ يعني الحمد لله. ده كوبري امبابه، وانا هنا انا عامل هنا حساب في البنك HBC ده، وعامل حساب في البنك الكويتي الوطني هنا اللي هو قدام اللي في عند سويرس ده. وهنا السفاره البرازيليه طبعا موجوده هنا، والاتحاد الاوروبي، دوله مالطا وكذا دوله هنا موجودين. بس والحمد لله بنتمرن وحياتنا كويسه الحمد لله رب العالمين، وراضيين باللي ربنا كاتبه لنا. ان كان في الاتحاد او في المنطقه لينا نصيب هناخده، لينا نصيب في نادي او مركز شباب هناخده. ملناش نصيب يبقى هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا يعني. يقولوا علينا ما يتكلموا ما يتكلموش، شويه عيال تافهين. الواد اللي هو كان بيرغي عليا على فكره، انا قلت غلط امبارح ان هو في امبابه مش امبابه. الواد ده اصلا من البراجيل، كان بيتمرن عند واحد ما تمرش فيه عندي، وبعد كده سمعت ان هو راح الترسانه مسك هناك. لما انا كنت ماسك هناك راح عملوا فيديو فابريكينو عشان يمشوني من الترسانه، وربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. الواد اصلا حرامي، فاتمسك وهو بيفتش شنطه بتاعت لاعب في نادي ترسانه، خد الموبايل بتاعه ومشوه من هناك حرامي. الحمد لله انا ما رضيتش ان انا اروح النادي، رغم ان ما حدش مشاني ولا استقلت ولا اي حاجه، ولكن انا بقول لكم شوفوا اللي ربنا بيخلص معاه الوقت، كل واحد بياخد حقه. والناس الكبيره اللي هي للاسف يعني اللي انا بحترمها طول عمري، اللي هم مش عايزيني معاهم في المنطقه او مش عايزيني في الاتحاد او خلاص. كل شيء يعني احنا عمرنا ما نجبر حد، وكده كده انا بسافر واجي، وهنزل برضو بطوله الرواد اللي جايه ديت. وقبل ما اسافر
وبرضه مسافر اوروبا ومسافر برضه، عندي كام حاجه هعملها بره، وان شاء الله رب العالمين نشوفكم على خير يوميا مع بعض للامام. احنا مفيش حاجه تحبطنا، المستقبل قدامنا حتى لو السن بلغ مهما بلغ. انا بعتبر ان الحياه بالنسبه لي مفتوحه الا ما قدر ربنا سبحانه وتعالى وخد الروح، ده امر ربنا. ولكن انا بعمل لغدا، كل يوم انا بتمرن، ماليش دعوه بقى بنادي ولا اتحاد، ولا مش شاغل نفسي انا بحد خالص، على اساس ان انا ابقى جاهز في اي حاجه الحمد لله رب العالمين هنا او بره مصر. اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن حسن كان معكم من على الكورنيش، من امام نايل سيتي واركاديا والبنك الاهلي والزمالك وكوبري امبابه. المعالم الجميله دي يا جماعه، امبابه امبابه امبابه، كوبري امبابه الجميل اللي هو تحفه اثريه. وان شاء الله رب العالمين متواصلين. وده اسم امبابه اللي هو في الوش دوت طبعا، والمطبعه الاماريه بتاعتنا اللي عملها محمد علي، وديت ده كوبري امبابه طبعا للامام ومستمرين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الكابتن حسن سلطان من كورنيش النيل من القاهره من مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى الامام.